السلام عليكم، أهلًا وسهلًا بكم وحلقة جديدة من حواديت عم أحمد. حلقتنا النهارده عن السوشيال ميديا في السبعينات. هل في السبعينات كان في سوشيال ميديا؟ كان في سوشيال ميديا، يمكن ما كانتش منتشرة وكانت أشكالها غير دلوقتي. دلوقتي اقترنت السوشيال ميديا بمواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة على شبكة الإنترنت. لكن في أيام السبعينات والثمانينات كان الشكل مختلف أو كانت الوسيلة مختلفة. هنلاقي مثلًا إن في فترة كان في منشورات بتطبع، يعني حتى ممكن نرجع كمان لما قبل السبعينات أيام المنشورات بتاع ثورة 19 والنشرات اللي كانت بتطلع من الثوار ضد الإنجليز وضد القصر وبتأيد مش عارف، كل ده وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن لأنها كانت بتحتاج تكنولوجيا عالية وتكلفة عالية، فما كانتش موضوع السوشيال ميديا له هذا التأثير اللي موجود دلوقتي. نلاقي مثلًا في السبعينات كان في الإعلام أو الناس اللي مدعومة من الصفوة، هنلاقي مثلًا في عبد الحليم أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، جه محمد ثروت، جه ممكن نقول كمان مدحت صالح، كل الناس دي كانت إعلام رسمي موجود في إطار محدد. ولكن كان في إعلام السوشيال ميديا اللي موجود على جنب، واللي كان بينتشر عن طريق شرايط الكاسيت، وكان انتشاره صعب لأسباب كتيرة. أهم سبب فيهم يمكن هو التكلفة، يمكن عشان نعمل أغنية بألبوم على شريط كاسيت كان بتحتاج استوديو وتجهيزات وشغل صوتيات وشغل كبير أوي. عشان تسجل محتاج كاميرا فيديو وكاميرا من نوع خاص، فكان الإعلام المجتمعي له شكل صعب في التواجد. ولكن لما نيجي نتكلم في مين مثلا كان انتشاره عن طريق التواصل الاجتماعي، هنلاقي مثلا أحمد عدوية كان ممنوع من الانتشار في كل وسائل الإعلام وممنوع من الإذاعة، ولكن كان ليه شرايط بتتواجد في الشارع والناس بتتداولها والناس بتسمعها. هنلاقي الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، اتنين ممنوعين وبيطلعوا من سجن لسجن، وفي الآخر الناس بتتداول شرايطهم وأغاني الشيخ إمام، واللي كانت بتتسجل عن طريق كاسيت في الإعدادات الخاصة. عشان كده الجودة ما كانتش بتبقى عالية. هنلاقي مثلا من ضمن عمنا الكبير أحمد منيب، واحد من الناس عباقرة التلحين والغناء واللي ما خدش حقه. وفي الفترة دي برضه كانت شرايطه قليلة جدا، لأن هم كانوا 5 ألبومات تقريبا. وهتلاقوا كل مجموعة من المجموعات دي ليه الألتراس بتاعهم. دي الحلقات اللي احنا هنبدأ نتكلم فيها في مطبخ رجالة. هناخد الشخصيات اللي السوشيال ميديا في السبعينات والثمانينات هي اللي رفعت من قدرهم. والحقيقة هتلاحظوا حاجة، إن الناس دي ليهم الألتراس بتاعهم، وكل يوم مع انتشار السوشيال ميديا بقى بالشكل الجديد وبدأت ألبوماتهم تبقى موجودة، هنلاقي إن هم حصلوا على انتشار أكتر. في ناس كمان منهم كان مش مرفوضين من الصفوة ولا من الحكومة، زي مثلا بحر أبو جريشة، ده واحد من الناس اللي ما خدش حقهم. يعني مطرب بلون ونكهة وطعم وليه شعبية وليه مريدين وليه الكلام ده كله، لكن كنت تفتح التلفزيون ما تلاقيش حاجة عدوية، ما تلاقيش حاجة لأحمد منيب، ما تلاقيش حاجة للشيخ إمام، ما تلاقيش حاجة لبحر أبو جريشة. رغم إن مثلا بحر أبو جريشة ما كانش لا معارض ولا أغاني سياسية ولا أي حاجة. أحمد منيب بالشجن والحب بتاعه كان نادر جدا إن أنت تلاقي له أغنية موجودة في التلفزيون أو في راديو. ولكن في إعلاميين بياخدوا دعم الدولة ودعم الجهات المسؤولة، وبياخدوا الرونق للفترة اللي هم موجودين فيها، وبمجرد ما بتنتهي هذه الحقبة التاريخية بتندثر أعمالهم. في فنانين كانوا ملء السمع والبصر، يعني لما بيجوا في ذهني ما بفتكر لهمش أغنية معينة تكون لها تأثير. لكن الناس دي اللي كان الإعلام المجتمعي هو اللي بينشرهم كان مهم. من ضمن الناس مثلا الشيخ كشك، ده كان شرايطه ممنوعة بقى، يعني إذا اتمسكت ومعاك شريط للشيخ كشك أنت كده خلاص، سلام عليكم، اركن على جنب. رغم كده كان الناس بتتداول الشرايط بتاعته وكانوا بيسجلوا الخطب بتاعته في الكاسيت. فالسوشيال ميديا في عصر الكاسيت، يا ريت لو عندكم أي فكرة في التعليقات، مين المطربين اللي انتوا عرفتوهم في الكاسيت عبر
السوشيال ميديا والقنوات الغير رسمية، يعني في الكومنتات كده فكروني بيها أو ابعتوا لي على المسجات. وأتمنى إن السلسلة اللي إحنا هنقدمها دي هناخد كل فنان من فنانين السوشيال ميديا في عصر السبعينات والثمانينات وعصر الكاسيت، وهنتكلم عنه مش كسيرة ذاتية ولكن كتأثيره المجتمعي واللي موجود لحد دلوقتي. حلقة جديدة من مطبخ رجالة. السلام عليكم. ما تنسوش التبرع ل 57 357 مستشفى سرطان الأطفال، وصلوا على رسول